لو انت ما يبقى وراك شغل او مذاكره بتجيب ورقه وقلم وتكتب تو دو ليست الحاجات اللي وراك عشان لما تخلص حاجه تعمل صح او تشيك كده، فلا، وقف واوعى تعمل ده عشان دي مش افضل طريقه خالص. هقول لك ليه التو دو ليست مش طريقه فعاله ابدا، وايه البديل الاحسن اللي فعلا هيضاعف انتاجيتك. ايوه عارف ان الكلام ده غريب، وان التو دو ليست دي معروف انها حاجه جامده جدا من اليوتيوبرز المشهورين، وحتى جت في كتب حلوه زي عادات ذريه او اتوميك هابتس. بس اسمعني للاخر. الاول ليه التو دو ليست بتعطلك بدل ما بتساعدك، وليه هي من اسوأ الحاجات لانجازك وانتاجيتك. هديك مثال عملي. انا دلوقتي طالب جامعي او في المدرسه وورايا حاجات كتير، فجبت ورقه وقلم وكتبت تو دو ليست الحاجات اللي ورايا عشان اخلصها. التو دو ليست هيبقى شكلها حاجه زي كده. ايه مشكله التو دو ليست دي بقى؟ اول حاجه انك مهما خلصت حاجات من اللي وراك بتحس انك مقصر. لو انا في المثال ده خلصت 3 حاجات من ال5 اللي ورايا هقول بس كان في حاجتين كمان ما عملتهمش. وحتى لو انا ما قصرتش او ما ضيعتش وقت هقول بس انا ما خلصتش كل اللي عليا، اكيد انا مقصر، اكيد في احسن. تو دو ليست ترجمتها حرفيه يعني الحاجات اللي لازم اعملها، فبدل ما خلصتش كل اللي لازم تعمله فانت مقصر. صح كده؟ لا مش صح، بس مش مهم. المهم ان ده اللي انت هتحسه لما تلاقيك كاتب تاسكات وعلى اخر اليوم انت عملتهاش كلها. تاني حاجه التو دو ليست بتخليك تسوف او تاجل حاجه مهمه. في نوع من التسويف اسمه برودكتيف بروكراستينيشن. الكلمه الطويله دي معناها التسويف المنتج، وده من اخطر انواع التسويف عشان مش بتبقى عارف فيه انك بتسوف ولا بتحس بالذنب. هي مرقعه بس نوع شيك شويه من انواع المرقعه، اللي هو انا مش هعمل اهم حاجه اللي هي مذاكره الكيمياء اللي امتحانها بعد اسبوع، بس انا برضو مش بتمرقع ولا بضيع وقت، انا بروق الدولاب اللي لازم يتروق. طب ليه ده بيحصل؟ عشان رقم 3 التو دو ليست بتساوي بين التاسكات ومش بتوضح لك ايه الاهم بينهم. في تاسكات صعبه محتاجه وقت ومجهود والعائد بتاعها كبير، وتاسكات تانية اسهل مش مستعجله قوي والعائد بتاعها قليل. بس علامه الصح او التشيك اللي بعملها على تاسك لما اخلصه واحس بشعور النشوه والانجاز ده، شعور الانجاز الجميل ده واحد في كل التاسكات باختلاف اهميتها. لو انا رحت حلقت فانا انجزت تاسك، ولو انا ذاكرت ساعتين فانا برضو انجزت تاسك. في الحالتين هحس بالانجاز مع ان واحده اهم بكتير من الثانيه. احنا دايما بنستسهل، ودي مش مرقعه ولا كسل. في جمله حلوه قوي في كتاب اسنشاليزم بتقول It's human nature to try to do easy things. الفطره البشريه اننا نحاول نعمل الحاجات السهله، فدي الفطره الطبيعيه بتاعتنا كبشر. انما بنلاقي خيارات كتير قدامنا زي اللي في تو دو ليست بنروح دايما للخيار الاسهل. رابع نقطه التو دو ليست بتشتتك لو فكرت تعمل اهم تاسك. لو انا جيت اذاكر ال4 ساعات كيمياء اللي هي اصعب تاسك واللي يمكن تكون ارزل حاجه واكتر حاجه تقيله على قلبي، بس اهم حاجه في الحاجات اللي ورايا، هلاقي قدامي تاسكات تانية اسهل بكتير بتغريني ان اعملها. بتقول لي انا قدامك اهو اعملني. ما انا قلت لك بقى احنا بنحب نستسهل، دماغك بيحب يستسهل. دماغك هتقول لك طب ما اقوم اروق الدولاب او اقوم احلق، ودي كلها حاجات من اللي ورايا ولازم انجزها. فايه اللي هيحصل؟ اقوم احلق واروق الدولاب واخلص مشاويري واعمل كل حاجه، واجي على اخر اليوم تبقى طاقتي خلصت وتركيزي قل وما كنتش عملت اهم حاجه من الحاجات اللي ورايا، بس انا عملت كذا صح على كذا تشيك بوكس، فانا كده في السليم. صح؟ لكن تو دو ليست مش سيئه قوي كده، هي ليها ميزه واحده بس، انها بتخليك تفضي دماغك على الورق، بتخليك تكتب كل الحاجات اللي وراك المهمه واللي مش مهمه، فتبقى مجمع كل الحاجات اللي وراك في مكان واحد وترميهم خلاص من دماغك، مش محتاج انك تخليك فاكرهم. طب بعد ما قطعنا فروه التو دو ليست، ايه بقى الحل؟ ايه البديل الاحسن من التو دو ليست واللي فعلا هيضاعف انتاجيتك؟ هتسال نفسك سؤال واحد بس. لو انا مش هعرف اعمل النهارده غير حاجه واحده، عارف ان ورايا 4 5 حاجات، بس يا سيدي افرض اني مش هعرف اعمل غير حاجه واحده بس، ايه اهم حاجه في ال5 دول اللي لو عملتها وما عملتش غيرها هحس اني فعلا انجزت في اخر اليوم، واللي لو عملت كل حاجه ما عدا هي هحس اني مقصر وما عملتش الحاجه الاهم؟ الحاجه دي اسمها the one thing، الشيء الوحيد او الشيء الاهم، وده البديل للتو دو ليست. بيتقال عليها في بعض الكتب highlight of the day او the daily highlight، بنفس المعنى برضو. عنوان اليوم، الحاجه الرئيسيه في اليوم، الشيء الوحيد. The One Thing أو الشيء الوحيد ده اسم كتاب بيتكلم عن الموضوع ده، وفي كتب تانية جميلة بتتكلم عن نفس الفكرة زي Eat That Frog، كل هذه الضفدعة، أو Essentialism اللي بيتكلموا عن فكرة إنك تعمل الحاجات الضرورية بس، الحاجات المهمة بس، واللي هي بعكس الفكرة الشائعة المنتشرة بتاعة التو دو ليست إنك تكتب كل حاجة وتعمل كل حاجة. فمثلا فكرة إنك تاكل الضفدعة أو ملخص كتاب Eat That Frog ببساطة بيقول إن لو عندك ضفدعة لازم تاكلها النهاردة. الضفدعة دي اللي هو التاسك الكبير اللي محتاج مجهود، فأسهل حاجة إنك تعملها إنك تاكلها أول حاجة في اليوم، لأنك لو ما عملتش كده هتخليك طول اليوم عينك عليها وشايل همها، وهتيجي على آخر اليوم هتبقى أصعب بكتير. لا وعلى إيه؟ كلها أول اليوم مخلص. طب ولو عندك ضفدعتين، كل الضفدعة الكبيرة الأول. هي ضاقت قوي في وش الكاتب وما لقاش إلا المثال المقرف ده. الموضوع بقى بيشتغل إزاي؟ بتجيب أي ورقة فاضية زي دي وتكتب فيها كل الحاجات اللي وراك اللي كانت هتبقى التو دو ليست، وتحدد الشيء الوحيد اللي وراك النهارده. الشيء الوحيد ده بيبقى مكتوب في ورقه ثانيه لوحده ومحطوطه قدام عينك كده، انت ما وراكش غير ده النهارده. انا بحب اجيب ستيكي نوت والزقها على المكتب كده من بالليل، مكتوب عليها الشيء الوحيد بتاع بكره،
ممكن تعمل الموضوع ده الصبح حرفيا ما بياخدش 3 دقايق، لكن انا بفضل انه يبقى بالليل عشان ابقى نايم وانا عارف ايه اللي ورايا الصبح، ما بقاش ببدا اليوم كده وانا لسه بفكر هعمل ايه. الحاجات التانية اللي باقيه في الليسته ممكن اعملها بس مش قبل ما اخلص اهم حاجه في اليوم، وقبل ما اخلصها مش هشتت نفسي بيهم ولا هبص عليهم اصلا. عشان كده بحب اجيب ورقه تانية عشان ما اشتتش نفسي بيهم. زي ما تقول ممكن تعتبرهم الفاكهه اللي هتحل بيها بعد الوجبه الرئيسيه بس مش قبلها. في كتاب نيك تايم الكاتب بيسمي باقي الحاجات اللي في الليسته اسم حلو قوي، بيقول عليها ذا ماي دو ليست، حاجات احتمال اعملها بس مش ضروريه، بعكس اسم تو دو ليست، حاجات لازم اعملها، فكلها بنفس الاهميه وده مش حقيقي، ولو ما خلصتهاش احس اني مقصر، وهم اغلبهم اصلا حاجات مش مهمه. طريقه الشيء الوحيد دي فيها ميزه تانية غير انها بتخليك تنتج اكتر، هي بتجبرك انك تبقى واضح وصريح مع نفسك، في انك تسال نفسك انا ايه الحاجه الاهم بالنسبه لي النهارده. وبرضه فيها ميزه تانية، هي واقعيه وعمليه اكتر. انا مش سوبرمان، مش كل يوم هعرف اخلص كل الحاجات الكتير اللي ورايا، لا، بيطرق للواحد ظروف، بكسل، ايا كان. في الحاله دي انا ببدا باهم حاجه، ولو خلصتها وما خلصتش غيرها فانا كده تمام، انا راضي عن نفسي ومفيش تاني بضميري اني مقصر. ده التو دو ليست وده الشيء الوحيد. في رايك انت ايه الاحسن؟ جرب الاثنين وبقول لي في الكومنتات ايه اللي عجبتك اكتر او سهلت عليك الشغل والمذاكره. وبس كده، شكرا لوقتك واشوفك الفيديو الجاي.